بزاف ديال البنات ولاو كيحيدوا الشعر ديال وجههم سواء بالموس اولا شفره د الحلاقه على حساب كل وحده وشنو كيعجبها تستعمل. ولكن كاينه واحد الحاجه اللي حتى شي واحد ما هضر لك عليها، الحلاقه ماشي مجرد ازاله الشعر فقط، انت فريمون هذيك الساعه كتكوني كديري واحد الحاجه سميتها الميكرو اكسفوليشن، وهذا الشيء فريمون ماشي شي حاجه عاديه. يعني الا كانت البشره ملتهبه وفيها الحبوب اولا حتى الحاجز ديالها مضرر وجيتي نيشان استعملتي شفره الحلاقه بلا ما تعرفي شنو كديري، مبروك عليك، غادي تكوني دمرتي الحاجز ديال البشره ديالك وغادي يبدا الالتهاب والحبوب. ولكن الا كانت البشره ديالك نقيه ما فيها حتى شي حاجه وعارفه شنو ديري من مور ما تشيلي الزغب من وجهك وتكون البشره ديالك اصلا ما فيها لا حبوب ولا التهابات، هنا الحلاقه غادي تعاونك في حمايه البشره وكتزيد من فعاليه امتصاص المنتجات. فالمشكله ماشي في شفره الحلاقه، المشكله ولاو بزاف ديال الناس كيستعملوها بلا ما يفهموا اشنو كيديروا، البشره ما مهيئاش، ادوات ما معقمينش والترطيب الغلط، فحاجه عاديه انها تولي لنا حبوب وحساسيه. انا هنا ما كنقولش لك ما تحيديش الزغب من وجهك، انا غير بغيتك تفهمي لمن وامتى وكيفاش، لحقاش كاين فرق ما بين تنظيف الوجه وتخريب الحاجز ديال البشره.